عارف اللحظة اللي بتحس فيها إن الدنيا ضلمت وإن مفيش أمل؟ تخيل لو اللحظة دي كانت بداية أعظم حكاية في حياتك. انت مش مجرد بطل في حكاية حد تاني، انت النهاردة بطل حكايتك. حلقتنا النهاردة هحكي لكم عن حد بسيط جدا، شاب من الهند اسمه جدراس جايجي. اسمه يمكن مش مشهور بس حكايته تستاهل إنها تتقال. الشاب ده كان عايش في قرية صغيرة جدا وسط تلال صخرية، وكانت قريته معزولة عن باقي القرى. الناس هناك كانت بتموت علشان مفيش مستشفى قريبة، مفيش مدارس، حتى المية كانوا بيشيلوها بالعافية. والسبب إن كان في جبل ضخم جدا واقف ما بينهم وبين الحياة. جدراس خسر مراته بسبب الجبل ده. في يوم كانت تعبانة جدا وما قدروش يلحقوها على المستشفى علشان كانت على بعد 70 كيلو متر. وفي لحظة ألم قرر يعمل حاجة مجنونة جدا، قرر إنه يحفر طريق بإيده في الجبل. أيوة، استخدم شوية أدوات بسيطة كده وبدأ يحفر. الناس ضحكوا عليه وسخروا منه وقالوا له انت مجنون، بس هو مردش عليهم وكمل. 22 سنة من الحفر كل يوم، من غير ما يزهق، من غير ما يستنى حد يساعده. وفي الآخر فتح طريق وسط الجبل، بقت المسافة كيلو متر بدل من 70. الطريق ده أنقذ أرواح ناس كتير جدا وفتح باب الحياة. واخدين بالكم؟ ده راجل بسيط، لا معاه فلوس ولا سلطة ولا تعليم عالي، بس معاه إرادة وإصرار وعزيمة. ومع الإرادة الجبل وقع. انت كمان عندك جبال في حياتك، يمكن الناس مش شايفاها، يمكن شايفينك مجنون لو حاولت انك تتغلب عليها. بس ما تنساش، المجنون في نظرهم هو اللي غير الواقع بإيده. فكر كده، ايه الجبل اللي واقف بينك وبين حلمك وانت مستني مين يجي يحفره